تعالى بقى في المجمل، الاتحاد لا شكل ولا لعب ولا تنظيم ولا جمله ولا اي حاجه تدل ان ده فريق. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ الاتحاد شكله وحش قوي في الملعب. الاتحاد ما لعبش كوره لغايه دلوقتي. الاتحاد ما ظهرش. فين الاتحاد؟ مابولولو اتعادل مع الجونه. ايه الاهمال ده؟ مش الاتحاد اتعادل مع الجونه. هنفضل احنا معتمدين برضو ان مابولولو هو اللي بيجيب الجوان، يلحقنا يجيب جون. احنا مطمنين ان مابولولو هيحط جون. طب ما احنا عايزين نحط جون والتاني والتالت من غير ما نلبس الجوان التافهه دي. زمن العجل. يعني الجون التاني بتاع بالحاج اللي دخل ده، انا مش عارف اقول ايه، يعني ملوش اي لازمه. فرقه مطرود منها واحد، اصلا مش قادره تهجم عليك، ما تضغط. التغييرات اللي اتعملت بعد كده، انا شايف ان تغيير خالد الغندور ده ما كانش له لازمه. كان خالد الغندور فضل في الملعب مع عمر الوحش، كانوا يقدروا يمسكوا الكرة ويروحوا بيها. الكرة اللي جبناها جون جايبينها من القلب. الثلاثة اللي كانوا بيلعبوا على الناحية اليمين، الثلاثة مش عارفين يرفعوا الكرة مظبوطة عرضية في منطقة الجزاء. هنا جايين ليه؟ ثلاثة مش عارفين يظبطوا واحدة. رجب عمران وهشام صلاح وأوبامي، الثلاثة بيرفعوا كور عجيبة، كور مش مفهومة، كور بره تيجي في ايد الجون تتلعب. ايه ده؟ والجنب الشمال كان مريح شوية، مفيش برضه كور اتعملت منه. شفت ان انت بدأت غلط بمصطفى ابراهيم في البداية واتعدلت بسرعة، ودي حاجة كويسة. التغييرين اللي اتعملوا بين الشوطين دول حلوين. اوبامي حلو، واحمد عادل ميسي كان لازم يلعب. التغييرين التانيين، خالد الغندور كان لازم يفضل. مشكلة الدفاع انا شايف لها حل واحد من الكوارث دي، مش ان احمد ياسين مثلا او حد غيره يتبدل مكان واحد منهم، لا التاني هيلبسه. ما دام انت عندك مشكله، ما تلعب بثلاثه سيرد باك، وانت عندك اصلا الباكين بطبع هجومي، اذا كان هشام صلاح ولا كريم الديب. ما تلعب بثلاثه والعب بالجنبين دول، واخسر واحد من الثلاثه بتوع الارتكاز. انت عندك ناس حلوه، عندك خالد الغندور وعندك عمر الوحش وعندك سليف امورو وزغلول ما شاء الله، يعني هو ناشئ وبتاع وخد فرصته، وان شاء الله هيبقى افضل من كده واحسن. تقدر تلعب اثنين والعب بالثلاث مهاجمين يقدروا يدخلوا جوه يلعبوا، بدل ما هم مطرفين في طرف الملعب، اذا كان مثلا احمد عيد ولا رجب عمران ولا ميسي، يقدروا يخشوا مع مابولولو واعمل استرتش الملعب من الجناب من الباكين، لعبوا هفاط يقدروا يتحركوا ويروحوا ويجوا، وفي حد وراهم مغطي، ولو حصلت كارثه زي دي تلاقي اللي غطى مكانه. انا شايف ان ده الحل الوحيد لمشكله الدفاع في الاتحاد. لكن الاتحاد عموما بصراحه ما لعبش كوره، ما شفناش كوره من الاتحاد لغايه دلوقتي. احنا عايزين نتفرج على الاتحاد وهو بيلعب كوره. الاتحاد ما لعبش، ملوش شكل في الملعب. هيعملوا ايه في ماتش البلديه؟ ماتش البلديه هيبقى صعب، مش هيبقى سهل. هتعملوا ايه فيه؟ ما ينفعش. المشكله بقى ما بقتش مشكله كوارث بس، لا ده بقى مشكله كوارث ولعب. مفيش لعب، ولازم تعمل حسابك ان انت كل ماتش عندك كارثه. لو فضل التشكيل بالطريقه دي لازم تعمل حسابك ان كل ماتش عندك كارثه في الدفاع، فلازم بقى تجيب جونين ثلاثه. الكره اللي كان فيها شك اللي عدت خط المرمى دي، انا شايف ان الكره دي جوه الجون، بس بيقول لك احنا ما عندناش تقنيه خط المرمى. مش مهم، بس برضو مش دي سبب خساره الاتحاد. انت بتلاعب فرقه بتلعب اكتر من شوط وهي مطرود منها واحد، ما ينفعش يخش فيك جون وما تعرفش تتعادل غير في اخر الماتش. تعادل الاتحاد مع الجونه تعادل كده كانك جبت شيبسي بطعم القلقاس، نقطه عره الاتحاد خدها فعلى ارضه في وسط الجمهور من فرقه كان لازم تاخد منها الثلاث نقط، بالذات بعد ما اتطرد منها لعيب. انت ضيعت على نفسك فوز سهل جدا. دفاع الاتحاد مهزوز قوي، واقف سرحان، متمركز غلط، مش حاسس. الدفاع كله مش حاسس بنفسه في الملعب. ثغرات مش طبيعيه، غلطه تافهه من سيف يلبسك بلانتي كده فجاه. ليه يا جدعان؟ هو انتوا حالفين نبداوا الماتش 1-0 برضه في اول 10 دقايق؟ ليه؟ قبليها بالحاج مضيع كوره بجون فاضي، يعني الحمد لله ان هي لما ردت له شاطها في السماء. برضه تمركز غلط يا جماعه. في مشكله كبيره في السرد باكات عندنا، المشكله دي لازم تتحل. الكارثه الكبيره الجون الثاني اللي بالحاج اتحرك من وسطيهم كانه لابس طاقيه لخفه،
محدش اتهز عليه، محدش راح له، محدش راح يقفل، سايبينه كده ماشي براحته، ماشي في ارض ملك ابوه، رايح خد الكوره راح حطها جون. ايه ده؟ ايه الجون التافه ده؟ في وقت كان الاتحاد ضاغط ولازم يرجع في الوقت ده بالذات، يعني كان لازم الاتحاد هو اللي يحط جون في الوقت ده بالذات، لو كان الاتحاد حط جون كان خد الماتش مستريح. يلبس جون بسبب ايه؟ بسبب سرحان. الاتحاد وحش، عايزين نشوفه احسن من كده.